بسم الله الرحمن الرحيم. سوف نتحدث عن تقسيم العصور التاريخية ومجال الدراسة فيها. وقبل أن نتحدث عن تقسيم العصور التاريخية لابد أن نتحدث عن محاولة المؤرخين الاجتهادية حول تحديد بداية التاريخ ونهايته. أول حاجة صعوبة تقسيم التاريخ. إن مسألة تقسيم التاريخ العصور وتحديد بداية كل عصر ونهايته مسألة صعبة معقدة صار حولها الكثير من الجدل بين المؤرخين وواضعي النظريات ولم يصلوا فيها إلى نتيجة حاسمة قاطعة. محاولة المؤرخين الاجتهادية حول تحديد بداية التاريخ ونهايته. وقد اتضح بعد دراسات طويلة مضنية أن التاريخ ليس له بداية ولا نهاية، وأن تحديد البدايات والنهايات لمختلف الحقب التاريخية إنما هي محاولة اجتهادية تقليدية جرى عليها المؤرخون والكتاب بقصد تسهيل دراسة التاريخ وتقريبه إلى الإفهام بقدر المستطاع. اتفاق الباحثون على تقسيم التاريخ العصور. وقد اتفق الباحثون على تقسيم التاريخ إلى 3 عصور رئيسية هي على التوالي: العصر القديم والعصر الوسيط والعصر الحديث، ولكل عصر من هذه العصور خصائص ومفاهيم تميزه عن غيره. رابع عنصر: لابد أن تمر فترة زمنية طويلة تنتهي خلالها خصائص وسمات العصر السابق والانتقال إلى خصائص وسمات جديدة. كما أن التحول من عصر لآخر لا يتم بين يوم وليلة أو في سنة معينة، فلكي ننتقل من عصر لآخر لابد أن تمر فترة زمنية طويلة تنتهي خلالها خصائص وسمات ونظم وحضارة العصر السابق وننتقل إلى خصائص وسمات جديدة. وهذه الفترة الانتقالية لا تتم في سنة واحدة أو عدة سنوات، وإنما قد تمتد إلى قرن أو عدة قرون. وبعد ذلك ننتقل إلى تقسيم العصور التاريخية ومجال الدراسة فيها، وهي تنقسم إلى عصور قديمة وعصور وسطى، وتندرج نحو عند العصور الوسطى العصور الإسلامية أو التاريخ الإسلامي، وعصور حديثة. أول حاجة على العصور القديمة، مجال الدراسة فيها تاريخ وحضارة المصريين القدماء أو التاريخ الفرعوني، تاريخ اليونان، تاريخ الإغريق، تاريخ الرومان والإمبراطورية الرومانية والعصر الروماني الجمهوري، وتاريخ المصري في العصر البطلمي، وتاريخ مصر في عصر الإمبراطورية الرومانية أيضا، وتاريخ الإسكندر الأكبر. العصور الوسطى مجال الدراسة فيها ظهور المسيحية واضطهاد الرومان لها واعتراف قسطنطين بالمسيحية بإصداره المرسوم ميلان، غزو البرابرة الجرمان للإمبراطورية الرومانية وسقوط روما عام 476 ميلاديا، وإقامة الممالك الجرمانية على أنقاض الإمبراطورية الرومانية، وقيام الغرب الأوروبي بالدعوة للحروب الصليبية على المشرق الإسلامي، وقيام الحملة الصليبية الأولى حتى الحملة الصليبية الثامنة. والعصور الوسطى مجال الدراسة أيضا فيها تاريخ الأيوبيين والمماليك، ومواجهة الأيوبيين والمماليك للصليبيين الفرنجة، ومواجهة المماليك للمغول. العصور الإسلامية ظهور البعثة النبوية وظهور الدولة العربية الإسلامية في المدينة المنورة، وظهور عصر الخلفاء الراشدين وعصر الخلفاء الأمويين والعباسيين والفاطميين، وقيام الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا، ثم غزو الفاطميين لمصر. العصور الحديثة مجال الدراسة في العصور الحديثة عن الدولة العثمانية وسيطرتها على شمال أفريقيا ومصر والشام والعراق، وظهور محمد علي ووصول الحملة الفرنسية إلى مصر ثم جلاءها عام 1801 ميلاديا، والاحتلال الإنجليزي لمصر، وظهور سعد زغلول وقيام ثورة 1919 ميلاديا حتى جلاء الإنجليز عام 1954 ميلاديا. وإلى اللقاء في الموضوع القادم إن شاء الله تعالى، وشكرا على حسن استماعكم.